امسح السبورة. مو مشكلة. نرحب بالأستاذ والدكتور موسى المنقاوي في الشبكة الإعلامية لمدرسة الإمام الإدريسي. الله يحييك، سعدنا باللقاء. في البداية يا دكتور موسى، ما هو التشريح؟ نقصد بالتشريح يعني انك تبين اجزاء الكائن الحي، سواء كان انسان او يكون حيوان. هذا احيانا كتشريح كلغه اخرى عن تشريح النباتات. بس نحن استفدنا من تشريح قلنا الارنب، لانه 99% من مكونات الارنب مثل مكونات اجهزه جسم الانسان. هذا التشريح يبين للانسان او للمتعلم سواء الأحياء أو الأحياء الجيولوجية أو لو دخل قسم أحياء أو قسم علمي، لابد يتعلم هذه الأشياء ويعرف كيف يستخدمها في حياته اليومية. طيب دكتور موسى، لماذا تم اختيار الأرنب في هذا التشريح؟ قلنا اخترنا الأرنب لأنه 99% من مكونات جسم الإنسان نفس المكونات، ما بيختلف. واحد يقول لي نجيب قطة أو نجيب دجاج أو نجيب ديك، نقول له لا، ما ينفع، لأنه داخل الأرانب موجودة عندنا المعدة وعندنا الكبد وعندنا الأمعاء الدقيقة وعندنا الأمعاء الغليظة. بالرغم إني ما نبهت الطلاب، واحد يقول عنده كرش، ما في إنسان يعني كرشة إلا هي المعدة، ولكن تلقى في الكائنات الأخرى الحية اللي غير الإنسان أو غير الأرنب والفار والوبر تلقى يتكونوا من أحشاء اللي هو الكرش. سمعنا أنك تقول الكلبة، ما هي الكلبة وما وظيفتها في اسم الكلبة موجودة داخل الفم اللي هو نحن نسميه لسان المزمار، وهذا فائدته يعني خاصة حقين المجس يعرف بينقي الصوت، هذا أول شيء، وبيخرج الحروف من مخرج. وأغلب الناس وإحصائية فوق 80% اللي قصوا الكلبة عندهم تلقى حروف زي حرف الدال هذا ما يقدروا ينطقوه يعني مظبوط. حتى في التجويد بيتعبوا مدرسين القرآن اللي بيدرسون إخراج الحروف من مخرج، هذا فائدة لسان المزمار. رأينا القلب ينبض، إلى متى ينبض قلب الأرنب؟ قلب الأرنب ينبض، علينا التخدير يفك في الجهاز العصبي، ولكن المشكلة إنه القلب بدأ بالتوقف لأنه صار له نزيف داخلي، وهذا النزيف الداخلي نحن عشان نبقى نعلم الطلاب وين الأوردة وين الأمعاء الدقيقة وين الأمعاء الغليظة، قمنا قطعنا جزء من الشرايين والأوردة مما أدى إلى عدم وصول الدم والأكسجين. لهذا السبب بدأ بالتوقف، ولكن كتجربة يوم الثلاثاء الماضي في مثل يعني هذا الوقت يعني لمدة 7 ساعات إنه القلب ينبض، وكلهم اللي في المدرسة جوا تفرجوا لأنه ما سوينا له عملية قلب المفتوح. بس الله يهينك لو تورينا بس الأشياء اللي استخدمها في التشريح. هذه أدوات التشريح، هذه الملقط وهذه المشارط لابد تكون حادة هذه عشان لا يسبب لنا النزيف لما نفك الكتاب. وهنا المقصات وهنا اللاقط، وهنا أشياء نستفيد منها في أشياء دقيقة أحيانا لا ترى بالعين المجردة ونبقى نخرجها تحت القلب أو الرئتين أو الكبد، وما نبقى يتأثر يعني الشرايين أو الأوردة تتأثر بها، يصير نحن نستخدم هذه المادة. وعندنا الكلوروفور، هذه مادة تخدير يعني عادي يخدر فيه الإنسان، الكائنات، أي كائن. الكائنات الحية غير البشر تتخدر يعني دقيقتين ل3 دقائق، أما لو كان على بشر الآن وضعنا الكلوروفور خلال دقائق بيتخدر. وهذا يعني أيضا له أضراره. الآن نحن لو فتحنا العلبة هذه استنشاق لو تفاعل مع الأكسجين بيدينا مادة نسميها الفيزيين، وهذه مادة سامة خطيرة يعني تموت خلال 10 ثواني. عشان كذا العلب هذه لابد تكون علب غامقة، ما تكون زجاجية زي هذه، لأنه دائما المواد الزجاجية تتعادل وتتفاعل مع الأكسجين الخارجي. عشان كذا نحن نقول للطلاب لما تيجي تحفظ انت في البيت مواد حافظة لابد بتكون غير مواد زجاجية، تكون في مواد غامضة ومغلقة داخل الدواليب لأنها تتفاعل مع الأكسجين. كمثال لو جيت انت الآن جوالين الزمزم في البيوت تلقى أحيانا مادة اليخطور، المادة الخضراء داخل الجوالين هذه، والسبب اتفاعلت مع الأكسجين الخارجي. لو كان عندنا مادة غامضة الجوالين بتكون زرقاء أو بتكون خضراء، بتكون شرط إنها غامضة ما تتفاعل مع الأكسجين.
الآن أنا لو وضعت الكلوروفورم داخل مادة زجاجية أو داخل بلاستيك، تلقى بعد فترة مادة الكلوروفورم تتفكك لميثان ولأيضا الثلاثي. الحين شرحت الأمر. نعم. وديك ترجع زي ما كان؟ الآن لا، ولكن نحن تكلمنا قلنا لو فكينا الآن الأنسجة كبداية، أنت تعرف أي عملية تحتاج أول شيء نعقم الغرفة، تعقيم كامل، هذه الأشياء كلها نعقمها. اثنين، الداخلين كلهم يتعقم، ولا بد هذا اللبس يعني ما هو لبس عشوائي، إما بيكون اللون الأزرق أو بيكون اللون الأخضر. والبيبان هذه ما تنفتح، لو إنسان دخل على الغرفة على طول العملية بتتوقف. أيضا في المستشفيات بهذه الطريقة، ولكن زي ما شفت أنت البيبان رايحة وراجعة، وعندنا يعني لقينا أيضا شوية دبابين في الآونة الأخيرة. ولكن مفروض نحن بداية التشريع الغرفة هذه تكون معقمة، وكل الأشياء اللي بيستخدموها بتكون معقمة، سواء كانت الكاميرات أو الأقلام اللي في يده، كل شيء معقم. لو خرج إنسان فقط للخارج وهو داخل لابد نعقم. فتح الباب لابد بيكون باستشارة إنسان مخدر، لابد باستشارة. لو فتح الباب صدفة زي كده وبدون ما يعرف الدكتور اللي بيخدر أو هذا، لابد يعيدوا العملية من جديد. لهذا السبب نحن الآن لو جينا، كنت في إمام الدعوة قبل سنتين سويت نفس الآلية، جينا خيطنا نحن، ولكن بعد يومين يتوفى الأرنب. إيش السبب؟ لأنه جراثيم وبكتيريا. الآن لو جيت أنت على هذه المنطقة على المجهر حتلقى ملايين من البكتيريا والجراثيم، وتلقى من البكتيريا أيضا النافعة. في نحن تكلمنا بكتيريا اسمها أشيرا كولاي، هذه أيضا مفيدة. الآن في هجوم من بكتيريا ضارة، هذه البكتيريا أشيريا كولاي، عشان كده ينصح بأكل الحيوانات اللي تتغذى على النباتات. مثل عندنا الأرنب الآن بيتغذى على الجزر وبيتغذى أيضا على الخضروات. لو أنت أخذت عينة من الأرانب هذه، جسم الإنسان بيستفيد، وأنت تعرف الحياة أصلا كائنة على خير وأيضا على شر. عندنا في من البكتيريات الآن النافعة موجودة داخل المعدة، هذه اللي نسميها أشيريا كولاي موجودة في معدة الإنسان. تسمع واحد عنده قولون عصبي، تسمع حالا واحد عنده أملاح زايدة، يقول عنده أحماض. هذه أسبابها إنه البكتيريا اللي موجودة أشيريا كولاي هذه ما تبدأ تؤدي عملها، واستخدام مثل الكحول، البيبسي، الغازات، البيرة، هذه كلها تقتل بكتيريا أشيريا كولاي. ونفس الآلية الآن نحن جينا الآن فتحنا الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة، لو عندنا فقط مجهر يعني 500 ميجا حتلقى من الميكروبات هذه مليانة فيها مهاجمين. عشان كذا لا يمكن إعادة الأرنب زي ما كان. طيب دكتور، السؤال الأخير، قلت إن الأرنب إن كبد الأرنب غير سليم، لماذا؟ اللون، مفروض الكبد بيديني لون أحمر وردي، أحمر وردي بيكون. درجة ثانية أحمر غامق، الآن هو درجة ثالثة أحمر داكن. وعندنا النسبة هنا، وخاصة في الأماكن الصناعية زي جدة وعندك جبيل وينبع، عادي أغلب الناس يعانوا من الربو هذا، عندهم الكبد بيكون أحمر داكن أو وصل لأحمر غامق. إيش السبب؟ استنشاق أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون. وين موجود هذا؟ تلقاها أماكن المشويات. أنت ما لك ذنب، لا تدخن ولا تجلس مع مدخنين وأنت ماشي. والغبر هذه كمان في الملاعب، أحيانا الناس ليه نلعب نحن في نجيلة؟ لعبنا في نجيلة عشان نبتعد أماكن الغبر هذه. أماكن الغبر هذه بتأثر على الكبد، تأثر أيضا على الكلى. هذه بتكون ألوانها إما أحمر غامق أو بيكون أحمر داكن. والكبد وظيفته إنه بينظف الجسم كاملا من الدماغ إلى أخمص القدمين. كل الأمراض والبكتيريا اللي بتهاجمها وظيفة الكبد إنها تحافظ عليها. ولكن لو تعب الكبد حيوقف، يصير أحمر غامق ثم يصير أحمر داكن، البكتيريا تبدأ بالهجوم. تلقى إنسان لو مرض عنده كحة عنده زكام، بدل ما يشفى خلال 5 أيام تلقى المرض يستمر عنده 7 10 أيام 20 يوم. من أسبابه إنه الكبد لا يقوم بدور الوظيفي، بيكون لونه بهذه الطريقة. وأنا من طريقة يعني نشكر الطالب اللي جابه، ولكن كان غذاؤه غير سليم. الأرنب كتربية بيئته غير سليمة. أنا قدمت أرنب وشرحته الأسبوع الماضي، كان ليس بهذه الطريقة، الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة والكبد كل ألوانها بتكون يعني فاتحة، ما فيها أي أمراض، ما فيها أي نتوءات. ولكن وجدنا إنه هذا الأرنب يحتوي من نتوءات
وأيضا شوف المادة الصفراوية مما ينعكس على البيئة، مما ينعكس أيضا على الغذاء اللي هو بيتناول نفسه الأرنب. لهذا ينصح بالغذاء الصحي، ينصح يوميا في 24 ساعة إنه الإنسان يتغذى البروتينات الستة 24 ساعة. وأيضا لو نحن جينا الآن الأرنب هذا يعاني يعني أملاح، كيف عرفنا؟ إنه الكبد أيضا ما هو بيكون أحمر وردي. ما السبب؟ نحن مفروض كل نصف ساعة أو ساعة يحتاج الإنسان لشرب الماء. نفس الآية الآن الأرانب هذه هم خلقوا على الفطرة، ولكن الإنسان أحيانا يحطهم في زاوية ضيقة أو زاوية حادة نحن نسميها، يأكلهم على كيف ويشربهم وقت ما يبغى. أنت لو تركتهم أنت على الفطرة هم يبحثوا الغذاء السليم والمويه السليمه، ولكن هم يضطروا يشربوا المياه اللي موجوده عندنا نحن هذه، سواء المياه العنقري هذه اللي موجوده اللي موسعه، هذه كلها خطيره. مياه الآبار أفضل منها لأنها تحتوي على الأملاح، وجسم الإنسان أيضا يحتاج نسبة من الأملاح. الآن لما جينا نحن على الكلى أو جينا على الكبد في مشاكل، وهذه المشاكل اللي هي من أسبابها أيضا نقص في الماء، نسبة المياه جدا. شوف الجفاف إلى الآن مفروض نحن هذه العملية تأخذ عندنا 7 إلى 8 ساعات، تلقى يعني الكبد بيكون لونه أحمر وردي، ولكن إلى انظر إلى الجفاف. بعض الناس يقول جلودهم تكون ناشفة فيها جفاف، إذا نقول في نقص موية عندنا، في نقص بروتينات عندنا. نفس الأظافر هذه بتكون أحيانا عليها خلوش، نقول عندك في نقص. نفس الآلية الأرانب، ولكن لو تركوا على الفطرة لما كانت الأرانب بهذه الطريقة. فالدكتور ايش تنصح المشاهدين كم لتر في اليوم يشربوا مويه؟ في القطب الشمالي والقطب الجنوبي درجات حرارتهم تحت 60، تحت الصفر 60، تحت 60 ينصحوا انهم يشربوا 2.5 لتر ماء، بمعنى 5 قوارير موسعة ابو ريال اللي عندنا. وين هذا؟ في القطب الشمالي والجنوبي. نحن درجات حرارة 60 فوق ال 55، ينصح اقل انسان يشرب 8 لتر فما فوق، أقل مقدار. هذا في فصل الشتاء ينصح في القطب الشمالي والجنوبي، وبالك عندنا فترة الصيف. الأطفال الرضع الصغار ما بيطلبوا موية مساكين، هو ما يقول يعني أعطيني موية، نحن ننصح بشرب الماء شبه يومي، كل ساعة ساعتين الطفل الصغير عشان لا يسبب لنا الجفاف. عندنا الآن عملية الكلى هذه، الكليتين هذه لا تعمل بدون وجود ماء، لو ما في موية ما حتشتغل هي، لابد تحتاج لمويه. احيانا انت تحس الام على الظهر بدون اي عمليه جهد، اذا تحتاج عمليه انذار، وهذا شيء رباني، انذار انك تحتاج انك تشرب مويه. والكبد والكلى ايضا لو اضطرت انها تسحب من الماء، تسحب من المعادن الاساسيه في جسم الانسان، مما يؤدي الى نقص الاكسجين في جسم الانسان. وتسمع اغلب الناس الان خاصه يعني تسمع زواج واحد يروح يفحص زوجة أو الزوج، وأغلب الزوجات الحريم 99% عندهم أنيميا، ما هي أنيميا حادة، أنيميا. ما السبب؟ هي هذه، يعني نقص في الكبد ونقص في الكلى. الكلى ما بيقوم بدور، الكلى يحتاج للتنظيف. أنت تعرف إيش بياكلوا، أشياء هذه الملوثات وشطة وفلفل وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، وهذه كلها تجي للكلى. الكلى تحتاج للماء للتنظيف. لو ما تنظفت هذه الأشياء خلال 6 إلى 7 ساعات يؤدي إلى تسمم الكبد، والدم بيكون أيضا سام، مما يؤدي إلى تأثر الهيموغلوبين وعدم وصول الدم إلى الرئتين. الدم حيكون ناقص، الدم لو نقص هذا نسميه حامل للأنيميا. بعد فترة بيكون مصاب بالأنيميا، أيضا بيكون وراثي. أبناء القادمين بعد سنة سنتين لو الزوج جاب 4 أبناء لو كان مصاب بهذا المرض، وزي عندنا قاعدة مندل لو أنجب 4 أبناء لابد يكونوا 2 مصابين بمرض الأنيميا. وتعرف أنيميا الحادة يحتاج الإنسان إلى تبرع دم كل فترة وفترة. لهذا السبب ينصح باتباع مادة الأحياء ونصائح الأحياء والعلوم. مشاهدينا الكرام، نشكر الدكتور موسى المنقاوي على الإيثار العلمي هذا لأول مرة في مدرسة الإمام الإدريسي، وجزاك الله خير. طيب عندي سؤال استاذ، في رمضان كيف يعني الوضع؟ في رمضان نحن عندنا الصيام 30 يوم، الإفطار بعد المغرب على تمر وماء،
عندها نسبة التمر السكريات فيها 1000 سعرة حرارية، عشان كده قالوا إما 7 أو يكون 14 الحديد أو 21. وجوا اكتشفوا العلماء ما سبب هذا الحديث، يقول لك 7 أو 14 أو 21 نسبة الماء، المويه الناقصة. فهذا نحن عندنا الصيام من 1 إلى 30 رمضان فقط، ما حيجي يقول لك صوم شوال شهر كامل، يقول لك في صيام داوود يفطر يوم ويصوم يوم، ما يجوز انك تصوم 4 أيام ورا بعض او 5 أيام ورا بعض غير صيام رمضان. ايش السبب؟ محافظة على الماء اللي هو نقص الماء هذا ضروري. عشان كده زمزم مع ماء، ونسبة الأملاح داخل مياه زمزم. وغير المسلمين اكتشفوا هذا الشيء اللي هم من اليابانيين، نسبة جدا عالية بتعوض الجسم. وأيضا من أخطاء الناس يعني في رمضان يعني على التمر والماء، تجلس نصف ساعة بعدين تبدأ بالإفطار. المواد الثانية عند الآية الكريمة تقول وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. قدم الله السكريات الفواكه على الأملاح في الآية الكريمة. ما هو يعني عبط كده. نحن عندنا في الزوالات لما نروح أخطاء كثيرة، تلقى الموز والفواكه جنب الرز. طيب مفروض أول شيء نتناول الفواكه، بعد نصف ساعة يقدموا لنا الأملاح، ولكن نحن نحط الموز على الرز ونحط الرز على الموز، لخبطة ويمشي وانت. وهذه هي الأمراض المستشفيات. وأكبر يعني الدول كثيرة عندنا، خاصة الدول اللي فيها طفرة جدا بيكونوا أغنياء، عدد الصيدليات في كل ركن الآن عندنا صيدليات. ما السبب؟ الأمراض كثيرة. وش الأسباب؟ نرجع عدم اتباع الأنظمة. مفروض أصلا في الليل الإنسان ما يتغذى هذه المواد ولا يتعشى. هذه الفواكه والخضروات بتكون في النهار. في الليل أغلب الناس عندهم الأرق ما يناموا فيه. إيش السبب؟ تناول الفواكه والخضروات. هذه فيها منبهات، مادة الكافيين. هذه أنت تأكلها وتشربها في الصباح لكي تعمل. اللهم بارك لأمتي في بكورها. في الليل أنت ترتاح، وجعلنا الليل لباسا، أشياء خفيفة تأخذها. أما تكثر دسم، تروح زواجات تضرب من الفواكه حقتهم، هذا يقولوا كيف حتنام؟ وبعدين تطلب لإيه كمان؟ أشياء هضم دايت ولا بيبسي، هذه كلها مواد خطر. ولله الحمد يعني لو نحن جبنا الآن يعني من البشر ما حتلقى الكبد، نحن نعمل لقينا أحمر إيه؟ غامق، حتلقى أحمر داكن، والكلى أصلا بدون ألوانها معاه الدقيقة ولا معاه الغليظة أغلب البشر. طيب مشاهدينا الكرام، نشكر الدكتور موسى المنقاوي على المثال العلمي. شكرا لك.